اتضاف له بالميت 5 درجات على درجه امتحان الاحياء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كيف الحال يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله معانا كلام مهم قوي 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 لازم يتشير على اوسع نطاق على مستوى الجمهوريه. من مكاني ده بناشد مستشاري الاحياء في وزاره التربيه والتعليم، وهتكلم معاهم بلسان كل طالب من دفعه ثانويه عامه 2025. وانا صراحه انتظرت اكتر من اسبوع بعد الامتحان، لعل وعسى حد يطلع علينا بنموذج اجابه، ومش نموذج اجابه الاجابات بس، لا، نموذج اجابه الاجابات واضحه وواضح اختاروها ليه. يعني مثلا لو بنختار في سؤال الزهره 1 أو 6، فهنختار 1 علشان كذا وهنختار 6 علشان كذا. فاحنا كنا محتاجين نموذج اجابه تفصيلي، والمرجع بتاعه كتاب المدرسه، يطلع يحترم عقول كل الناس اللي بتسال على امتحان الاحياء. ساعتها كنا نبقى مرضيين، وكل طالب يعرف هو غلط في ايه ويستنى الدرجه بتاعته في الاحياء سواء كانت حلوه او وحشه. محدش هيعترض لو في نموذج اجابه. واظن ان من حق اي طالب في اي حته في العالم لما يمتحن بعد الامتحان ما يخلص ينزل نموذج اجابه علشان يحسب حسبته ويعرف هو هيجيب كام في الاحياء وما يتفاجئش بالنتيجه. نموذج الاجابه كان حرفيا هيطفي نار كل طلاب دفعه 2025، لان الناس خرجت بعد الامتحان هي حرفيا دماغها مولعه ونفسيتها محروقه بشكل كبير جدا جدا، لان الاحياء دي معاها الجيولوجيا، فمن اكتر المواد اللي بذلوا فيها مجهود ومن اكتر المواد اللي بتخذلهم، وللاسف زي كل سنه. فقعدنا اسبوع بالكامل على امل نشوف نموذج اجابه، لكن للاسف الامل ده كان يعني مستحيل، ومفيش نموذج اجابه طلع. علشان كده انا بكلم النهارده ورسالتي موجهه زي ما قلت لمستشاري ماده الاحياء في وزاره التربيه والتعليم، موجهه لكل ولي امر اتحرق قلبه على ابنه اللي ما عملش او اللي ما حلش كويس في الاحياء، موجهه كمان لاخواتي طلاب الصف الثالث الثانوي عشان يعرفوا ان حد بيتكلم باسمهم. واحنا والله يا شباب مش متخاذلين وما نسيناكمش لحظه، ولكن قلنا لعل وعسى يطلع نموذج اجابه، لعل وعسى يكون احنا اللي وجهه نظرنا غلط، لعل وعسى يكون كل مدرسي الاحياء على مستوى الجمهوريه عندهم مشكله. يمكن الناس دي مش عارفه المنهج، يمكن الناس دي مش مذاكره، يمكن الناس دي حكمت على الامتحان حكم غلط، ولكن ما حدش اتكلم خالص، ما طلعش نموذج اجابه رسمي، فكان لازم نتكلم ونوضح.